السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا الحمد لله يا ربي، نحمد ربي على كل حال. اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي تقول راهم واحد لي طارتولات. شوفوا هاد الوصفه بالذات لازم تخبيوها رمضان اذا كنا منحيين ان شاء الله، باسكو والله واحد البنه فيهم شغلك وتاكلوا عند الباتيسري عم بالك راح تحمري وجهك قدامهم من الاخر. يجيب قداه تبقى يجي بزاف بنين، وحاولت عفوا نبسطه لكم على قد ما نقدر. تبعوني وما تنسونيش في جام ابوني كومونتير مليح كيما نتوما هكا بتشجعوني خواتاتي وتبعوا معايا الفيديو. نبداو بالعجينه تاع لي طارتولات، ونحطيت هنا 200 غرام تاع الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، حبه تاع بيض مع صفار تاع بيضه، شويه تاع لافاني مع قرصه تاع ملح، لاغوم تاع الكراميل تكون اختياري، كاس غير ربع تاع السكر ناعم، ومغرف كبيره تاع النشا مع مغرف كبيره تاع الزيت. نضربهم كامل كيف كيف هكا بنسهلوا العمليه علينا حتى يتجانس لي كلش كيف كيف ويولي لي كريمه. اكيد لاغوم تكون اختياريه، تقدروا تستغناو عليها ولا ديروا تاع شوكولا كيما حبيتوا. وهنايا بعد ما كملت نبدا نطم فيها بالفارينه. عفوا روحوا مع الفارينه غير بالعقل تخرج لكم كيما العجينه تاع الصابلي كيما راكم تشوفوا تتشكل وتكون طريه. هنا جبت هادو ليمون، حندير في هادو القوالب الصغار هادو كيما شفتوهم. اكيد تقدروا ديروا في ليمون اللي يكونوا عندكم، ماشي شرط هادو مي هادو يجيو بزاف باهيين. هنايا درت كونتيتي صغيره قدامكم فتحتها. العجينه خليوها ترتاح واحد 5 دقائق عفوا قبل ما تبداو تفتحوا فيها. تفتحوها هكا بين زوج ساشيات هكا بتسهل عليكم العمليه وما تبقاوش ديروا في الفارينه. كيما شفتوني هنايا راهي سهله خلاص باه تخدموا بالمول هذا. تبعوا طريقه برك، طبعوهم وحطوا في كل مول الدوائر اللي طبعتوها، ومن بعد قسموا بالموس هكا مستطيلات وديروهم في الجوانب. حاولوا تعدلوهم برك بشويه ومن بعد نحيو هذاك الزيت كومبلي. يعني الطريقه بزاف سهله، تبعوها برك. وكما قلت لكم ليمون هادو يجيو بزاف باهين ويجيو هكا يعني راقيين، حيعجبوهم بالتاكيد. وهنا كملاحظه من بعد تحتاجوها كي تحطوهم يطيبوا واحد ربع ساعه هكيك وحلوا عليهم. لكن لقيتوا الوسط تاعهم يعني تنفخ لكم شويه، اضغطوا عليه برك بيدكم ولا بحاجه هكا بيعاود يهبط لكم لتحت، باسكو بزاف تصرى لهم تاع يتنفخ لهم في النص وما يلقاوش وين يحطوا الحشو. نتوما يعني واحد الدرجين ولا ربع ساعه طلوا عليهم. وهنا بعد ما كملت الكميه تاعي رشيت البلاطو بشويه تاع فرينه، جيت هنا تقبتهم كيما شفتوني درت ثاني في المول هذاك المشرشف. حطوهم يطيبوا على درجه حراره 180، شعلوا الفرن مسبقا بربع ساعه، خليهم حتى يحمروا لكم مليح من تحت، من بعد زيدوا حمروهم من الفوق. وهنا نرجعوا نخدموا اول طبقه تاع هادو لي طارتولات. جبت كميه تاع لي بودوار كيما شفتوني هادوك اللي نخدموا بهم التيراميسو. بالمناسبه لي طارتولات تاعنا راهم بذوق التيراميسو يجيوكم بزاف بنان. جبت كميه كيما شفتوني رحيتها في الاشوار، وهنا زدت لها مغرف كبيره تاع الماسكاربون وزدت لها القهوه حتى ولات لي بالقوام هذا طري. نغطيوها ونخليوها في جهه. هنا نرجعوا للكريمه هذيك اللي نزينوا بها من الفوق، وين درت فيها كاس غير ربع تاع بودره الشونتيي مع نص كاس تاع الحليب اللي يكون بارد، وكملت لها هذاك الماسكاربون اللي بقالي. درت قبيله مغرف كيما شفتوني في الطبقه الاولى. درك كملت كامل العلبه تاع 250 غرام حتى يخرج لي القوام هكا ثقيل. ضربتهم كيف كيف. وهنا شوفوا بعد ما طابوا لي الحبيبات تاعي كيف حمامرين نخليهم حتى يحمروا باه يجيوكم يقرمشوا. وهنا نرجعوا نخدموا غاناش تاع الشوكولا بلا كريم ليكيد. درته لكم اقتصادي ونحطيت فيه 200 غرام تاع الشوكولا. انا درت شوكولا بالحليب مع 6 مغارف كبار تاع الحليب اللي يكون بارد ومغرف كبيره تاع الزبده. حطيتهم على حمام مائي ولا سخنوهم هكا في طاوه نورمال حتى يوليو لكم بالقوام هذا وخليوهم. درك نجيو لاجمل مرحله وين نديروا لي طارتولات تاعنا. جبت لي طارتولات بعد ما بردوا لي، حطيتهم هذيك الطبقه الاولى اللي خدمناها بلي بودوار هذيك شغل كي طمينا هكا، حطيت منها دويوره هكا يعني وصلت للنص، وكملت دركا بالشوكولا هذيك عمرتهم. يعني الشوكولا هذيك تدي لكم واحد المغرف هكا صغيره برك ماشي بزاف، المهم حتى تعمر الطارتولات تاعكم وتتولي بالقوام هذا. على خلينا الكراج هذاك هو الاخر باسكو يزرب يبرد، تسمى خليه هو اخر حاجه اخدموه وحطوه من فوقه. ودرك هذيك الكريمه اللي خدمناها نكملوا نزينوا بها. درك تزيين ما نقولكمش كيفاه، كل وحده كيما تحب تزين ديريهم كيما هكا ولا ديري واش حبيتي الوردات اللي حبيتيهم. اللي المهم اللي عليا نقول لك بلي لي طارتولات هادو بنه مش نورمال، راح تحمري بهم وجهك قدام ضيافك ولا قدام عائلتك يجيو بزاف بنات. وهنا ختمتها بشويه تاع كاكاو من الفوق هكا درتو. وهذا هو التزيين. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. راني حاولت نبسطها لكم على قد ما نقدر، وان شاء الله نكون خفيفه على قلبكم وما طولتش عليكم. يعني ليه بصح صدقوني يجيو ادمان بنه مش نورمال. بالمناسبه هاد الكميه خرجت لي 20 حبه تاع لي طارتولات يجيو بزاف بنان. صدقوني غير طاروا في نهارهم تالمو بنان. اخواتاتي اللي عندها استفسار تكتب لي في لي كومونتير راني نرد عليكم. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم تلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. قولوا لي اذا حبينا الوصفه ولا ما حبيناها.